يقوموا هم رايحين للمعلم مين، عمك الكبير، عشان يضمنوا بقى الاخرانيه، يروحوا للحاج عاشور، ارفع لنا قضيه يا عاشور، انا جاهز. الله، امال، تعالوا. يبقى هم كده بقى ايه، العمليه اتقفلت عندهم، ان لا في ابتزاز ولا في اي حاجه. الراجل يوسف كان زعلان من بلده اللي اتشتمت، وزعلان من الدعم القذر، والموضوع لا اكثر ولا اقل. امسحوا الفيديوهات، هو هيمسح المنتديات، وسلام عليكم. مش انت عايز تقفلها كده يا مستر؟ اه يا باشا، يبقى احنا كده طالعين منتصرين عليهم يا عم عمرو. منتصرين، سلام ومعلمين على عليكم. ومعلمين على طيازهم، واخدين واجب منهم، ومخلينهم ما يطلعوش تاني اليوتيوب. سلام عليكم وعليكم السلام. تمام كده يا عم يوسف؟ كده العمليه مقفوله بيكو 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 بيكو. بس كده يا باشا. بحر الدهب النهارده شغل دماغه علينا جامد، انا واحمد عاشور، بس هيطلع باحلى خازوق. ده حقيقي، ده طبعا. هم عارفين ان الصور مش عندك يا يوسف، يخرب بيت الغباء. هم عارفين ان الصور مش عندك. هم هو خايفين للصور اللي توصل. اللي يخصنا في الحوار ده كله ان احنا نحرق المعرس اللي بيلعب عليه. بالظبط. مفيش صور، وايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ وحتى يعني احنا مفيش حاجه اسمها كده. طب امال هو كان بيخوض في عرضها ليه يا جماعه؟ الراجل ما خدش في عرض حد، الراجل بيقول اجازه مشبوهه وبيهرج وبيضحك. هي اللي دخلت هبلت، هي اللي فضحت نفسها. انت عارف ان الدنيا مقلوبه على زنابير انها نزلت صورها في مصر، عشان انا قلت لك يا يوسف انها غبيه، زي ما بقول لك مستر عاشور لفت الحبل على دماغها اما نزلت فيديوهاتها في مصر. تيسير امبارح طلعت قالت انها كانت في مصر فعلا اسبوعين، في نفس التاريخ اللي انت نزلت فيه البوستات، وانت قبلها قلت ان هي في مصر. انت فاهم حاجه ولا مش فاهم؟ امبارح كتب لها عنود الصحراء دي، كتبت لها كده، قالت لها يا دنانير هم عرفوا منين انك في مصر قبل ما تقولي؟ فهمت حاجه ولا ما فهمتش؟ بقول لك ايه، حد يعرف انك رايح دبي غير انا احمد عاشور؟ رد عليا. افرض ان المعلومه دي اتسربت لحد، ركز معايا يا مستر عاشور. يا عمرو استنى، رايح دبي يا ايه؟ يوسف؟ يا يوسف، مش هتاخدني معاك طيب؟ هروح اسمع دبي بس يا يا يوسف. يوسف، في ايه يا عم؟ هقول لك دنانير غلطت في ايه، ودي اللي كل الناس بينكوها فيها تاني يا يوسف. انا دلوقتي عرفت انك رايح دبي، طلعت اشاعه انا ان يوسف ماهر رايح دبي. جيت انت بعد 3 ايام نزلت فيديو ليك في دبي، في الاولانيه، مش الثانيه ولا لا؟ اقول تاني ولا فهمتها؟ طيب انت ما خدتش بالك من الكلام امبارح اللي كان بيتقال عند اسامه؟ هي حره في حياتها الشخصيه، ولو ده حصل ما حدش ليه حاجه. خدتش بالك من الكلام ده؟ بالك دنانير كانت زعلانه من الكلام ده ازاي؟ لان هو ده اللي حصل. قول. عشان انا ده اللي انا قلته لك بقى مع عشان انا لقيتها على ايفا صح. تهدى يوسف عليها قوي. لما ايفا لما قالت لي انا ما جيتش قلت لك على طول، انا فوتت اسبوع بعد ما هي قالت لي. يعني ولا زعقت معايا ولا نيل، انا قلت لك هي كلها، انا فوتت 4 5 ايام عشان ما تبانش ان احنا. بس النهارده اكتشفت انها اكتر. يعني يوم. انت اعلنت في اللايف كانت دنانير في مصر بقالها 5 او 6 ايام، يمكن اسبوع كمان. يعني بص تاني، يوم لما دنانير جت مصر، تاني يوم ايفا حكت لي. حلو كده كده. اه. عشان كده ايفا مش شاكه، لان هي لما قالت لي انت عرفت المعلومه بعدها باسبوع من ساعه لما هي قالتها لي. طب رد عليه بقى، رد عليه يا عم. طلع شو والله العظيم سامي، استنى بس. انت غلبانه ده يا يوسف، والله العظيم. لا والله. طلع شو سامي منين يا عم يوسف؟ يا عم هي الحوار كده ماشي زي الفل، الدنيا ماشيه زي الفل، بقول يتقفل لك كده. بمعلمه. عيب عليك. لا احنا هنضربهم احنا على قفاهم يا حبيبي. لا، اللي انت عملته مع بحر والدنانير هيتحكى بيه الناس على اليوتيوب قرون قادمه، قرون، ده على حقيقي. اللي حصل الناس دي. انت يا بقول لك ابني ايه يا الناس عم؟ كلها بقى، الناس بقت مرعوبه من منتدياتك يا يوسف، انت فاهم حاجه؟ كله خايف يخش في المعجنه. ده النهارده يقول لك بس هو عايز هقول يخش لك منتدى. يوسف، هقول لك على حاجه. احنا ما بنتكلم انا ومستر عاشور عشان انت يمكن قريب بقينا بنتكلم معاك اقرب من الاول. في حاجه احنا مش مسؤولين منها. هترد بالكلام، هتجود، هتتنرفز، تلخبط بالكلام، مالكش حاجه عندنا. كنت اقفلها لك بمعلمه. اسمع بس، عشان احنا جربناك مره في بق رميته كان ممكن يبوظ كل حاجه. انت اللي كنت هتنكلنا يوم لما قلت قدام مجدي. اه. مجدي كان ممكن يلقطها يروح يقول ان ايفا هي اللي قالت، كنت انت بقى. لا. لا ما اعرفش، انت مش بتكون مع ناديه وسوسن. ما حدش يعرف الكلام ده يا يوسف، عشان فاكرك انك اتقل من كده. مش انك احمد عاشور دلوقتي، الكلام اللي اتقال بيني وبينك احمد عاشور دلوقتي، اي رابع هيجي ما يتسرسبش منه حرف، ولا بالظبط. بتلميح ولا بضحكه ولا بول. هو انا ما كلمتك، انا ما كلمتك وقلت لك انا جبت الموضوع منين؟ مش انا قلت لك الموضوع ده ما حدش يعرفه؟ صح ولا غلط؟ بلاش يعرف الكلام اللي دار بيني وبينك ان انا عرفت من ايفا، صح؟ تلميح قدام مجدي، التلميحه اللي انت عملتها. لا لا، الحوار ده انا فيه انا وانت واحمد يا يوسف.
الحوار ده فيه انا وانت احمد، خلاص مفيش رابع معانا. لو ابويا بيتكلم معانا ما يعرفش حاجه، خلاص. فدي الاصول اللي بنعملها انا واحمد، حتى في كلامنا وفي حياتنا كده. اي حاجه هتطرطش بيها، هتلمح، هتقول لحد في الخاص حاجه، هتعمل صايع عشان تبين لهم انك عرفت، كده انت هتقلبها طين. بل بقى عموس. يوسف دماغه لفت يا احمد، هو لف. دماغه لفت والله العظيم، هو مش مصدق اللي بيحصل. لا. هناء محمد حسن حتروش، دنانير محمد السعودي، بحر الذهب ابو عبد الله، الأبرش. مجدي الادوش رول 24. مش قادر. بكره بقى نخلي يوسف يهدي في اللايف على زنابير، صح كده؟ لا يا عم. نديها جامد. بلاش بقى كلام في النيك والنط والكلام ده. يوسف بكره هدي على زنابير بقى في اللايف، ما بلاش بقى سيره نط وجيتي مصر والكلام ده، خلاص. اخبطها بقى انك حشره بتوقعي بين الناس، وبتحضري مجتمعات بتشتم في البلاد، وانك بتروحي حتت مع ناس بيشتموا مصر والسعوديه، فاهم حاجه؟ ابعد بقى عن حته النيك والنط دي خالص يا يوسف، تمام؟ العبها معاها بقى ايه، نظيفه. مش هتاخدني ليه معاك دبي يا يوسف؟ طب ما رايح تركيا يا يوسف. انا رايح تركيا كمان. بقول لك انا طالع تركيا، تقول لي رايح مع يوسف. يا يوسف تركيا يا يوسف، مش رايح دبي، مسافر تركيا يا حبيبي، كده كده مسافر تركيا. عادي زي الفل. لا يا احمد، لا مش هقولها انا كده. مسافر تركيا بجد يا عم، هاخد 4 ايام هناك وراجع على يوم 5/9. هكلمه في التليفون. ليه يا عم؟ بقول لك انت خدني معاك دبي. يا يوسف اللي عايز النسوان ما متلقحين في مصر يا عم، هم اكتر من الهم على بس كده. حطينا النقط على الحروف، انت لا سمعت حاجه ولا تعرف حاجه. هيتقفل احلى مما كنت تتخيل. بس اهم حاجه يا يوسف خد بالك ان كل اللي قلناه لك ده كمين. كل حرف اتقال النهارده مقصود منه انه يتقال لك وانت تقول انه اتقال لك. بس لا تقلق يا مستر يوسف، اهم حاجه اعمل اللي عليك بس، سكتم بكتم، ولا سمعت حاجه ولا تعرف حاجه. كمل في طريق، نزل المنتدى على الهلباوي ونزل المنتدى عليك، وافتح على البث على زنابير، بس ما تجيبش سيره نط ولا سكسك خالص يا يوسف. اتكلم بقى ان الحشرات دي بتنتشر في اليوتيوب وبتوقع الناس في بعض، واي حد بيخش يشتم بيخشوا يدعموه، واي بلد بتتشتم بيخشوا يدعموا. حلو الصيغه دي يا عم الحاج؟ سيبنا بقى نقفل الموضوع يا جماعه. انا النهارده بنزل منتديات على ناس كتير، ده انا نزلت منتدى على نفسي ومش عارفه ايه، والكلام ما كانش كده يعني. وسيب بقى الموضوع، هنقفله لك انا وعاشور مع علامه. ولازم تبقى عارف ان، يا ريت تبقى فاهم ان انت، يا ريت تفهم ان، مش عارف اقول لك ازاي، مش واخد بالك ان ربنا بيرتب حاجات من اللي بتحصل. ليه يا يوسف؟ هو انت داخل تبتزهم؟ هو انت داخل عايز فلوس ولا داخل لوجه الله تعالى؟ ما تخافش من حاجه يا ابني وربنا معاك. لا لا ما تخافش، ما احنا الشخص ده مش بيتكلم باسمنا، احنا فهمنا كده الدنيا ماشيه ازاي، وفهمنا هم بيفكروا ازاي، سيبنا نلعبهم احنا بقى يا يوسف. ما تقلقش، انت مش مطلوب منك بس انك ما تجودش، ما تعملش اي حاجه بره اللي احنا متفقين عليه. حتى الردود خد بالك منها، ما يعني ابعد بقى دلوقتي عن الكلام اللي ما بين زنابير وبحر الدهب، ما تلمحش على الكلام ده خالص خالص. خلاص اقفل السكه دي واتكلم بقى من يوتيوب. الحشره والحشرات اللي هم زي الدبابير بيقعدوا يزنوا ويوقعوا بين الناس، فهمت يا عم الحاج؟ وبيحضروا بلاد بتتشتم وبيحضروا بلاد بتتشتم، وانا لما احضر لايف وحد بيشتم في السعوديه يبقى انا مشترك معايا يا عم يوسف. دب اتكلم بقى من الحته دي عشان نعرف نخلصها بقى ايه فوق ما تتخيل. هقول لك كلمتين لاحمد عاشور ولا عمرو البنا، واشهد على الكلمه دي يا احمد عشان الكلمه دي هي اللي بينا. لا احمد عاشور ولا عمرو البنا هم صلاح عبد الفتاح ولا طارق البنا ولا داليا. احنا لا بنرد انا بكلم يوسف في النقطه دي يا احمد، انا فاهم. احنا لا بنرد ولا بنلعب على ولا بنبيع، فاهمني يا يوسف؟ بس احنا جايين معاك دغري. السكه دي هنمشي فيها مع بعض، مش هينفع اللي حصل قبل كده. خلاص سيب بقى الموضوع خالص، وانت يعني كسبان نيك دلوقتي وهتطلع كسبان اكتر. بس ما تعملش غير اللي بقول لك عليه. لو لمحت باي حاجه من اللي انت عرفتها، انت يعني هتنتهي. مش هتنتهي، لا هتتحبس ولا حد يعرف يعمل معاك حاجه، بس هتلبس اللي انت ما تتخيلوش. خلاص فهمت؟ امشي زي ما انت، واحنا هنخلص الموضوع وهو خلصان اصلا. تمام يا حاج؟ يلا تصبحوا على خير. فاكر يا احمد؟